مساء الخير، معاكم المهندس مصطفى من شركة دوت ستار لتقنية المعلومات. هنتعلم النهاردة ازاي نشوف حركة المبيعات، نعمل فاتورة مبيعات ومرتجعاتها. هندخل لينك النسخة بتاعتنا، بعد كده ندخل اليوزر والباسورد، نعمل دخول إلى النظام، نخش على نظام المبيعات، حركة المبيعات، نخش على فواتير المبيعات. دلوقتي هعمل فاتورة مبيعات لعميل. لو العميل ده موجود بالفعل عندي هلاقيه هنا، أول ما أضغط على العملاء أو مجرد ما أكتب أول حرفين من اسمه. تمام. لو أول مرة بدخله العميل ده جديد، بضغط على النقطتين دول، أكتب عميل تجريبي جديد. تمام. وأقدر أختار له سياسة التسعير بتاعته. تمام. وأقدر أربطه بمندوب برضو، مندوب مبيعات، أحط له العنوان ورقم التليفون وأعمل حفظ. تمام. دلوقتي أنا هعمل فاتورة مبيعات من الفرع الرئيسي، وهطلع البضاعة بتاعتي من المخزن الرئيسي. بحط الأصناف بتاعتي، وبيجيب لي رصيد كل صنف قد إيه. كحك عين جمل كيلو فيه 3 علب، هياخد صنف تاني. تمام. هياخد علبة هنا وهنا علبة، مثلا هي دي ب250، هنا ب200، كده توتال الفاتورة 450 جنيه. تمام. العميل ده هيدفع كاش، هضغط على كلمة دفع نقدي وهعمل حفظ. كده أنا عملت فاتورة مبيعات لعميل، وأقدر أطبع الفاتورة بتاعتي. أخش أعمل فاتورة مرتجع مبيعات، فواتير ارتجاع المبيعات. بكتب اسم العميل، عميل جديد حبيبي. تمام. اختار برضو الأصناف اللي أنا هعمل له بيها فاتورة المرتجعات اللي هو هيرجعها لي. تمام. اختار الكمية وبكتب دفع نقدي، واختار الخزنة اللي هستلم عليها. تمام. بس وبعمل حفظ. كده نكون عرفنا ازاي نعمل فاتورة مبيعات ومرتجعات. شكرا لكم.